لقاء افتتاحي شبه احتفالي للمؤتمر، وعملنا بعض اللقاءات في إطار الإعداد للمؤتمر. عملنا عدد من اللقاءات نادينا لها عدد لا بأس به من المثقفين والساسة. مرة عملنا ندوة سياسية كبيرة، مرة ندوة فكرية كبيرة، عرضنا معناها اللوائح، وكان ثم نقاش ثاني. ونشكر الإخوة وكل اللي يقولوا وإلا يأكدوا على ضرورة أن الحركة تعتمد على كل الطاقات اللي موجودة في البلاد وتنفتح عليهم وما تخافش منهم وما تخافش عليهم. وراهو في المجتمع، والأخ اللي يتكلم من سويسرا، في المجتمع ثم طاقات كثيرة تريد أن تقدم يد المساعدة، سواء تحدثنا على فكر أو تنظيم أو خيارات سياسية أو ثقافية أو غيرها، أو تحدثنا على غيرها من المجالات. برشا أسئلة أو ملاحظات، الوقت أزرق. فيما يتعلق بالحزب المدني، يعني هذه أشنية هي المدنية والحزب المدني. أنا إذا كان نحب نلخص الموضوع هذا، إذا كان نحب ونقول أنه ما يلزمش واحد يعمل تعريف ويفرضه على العباد في المدنية ويولي كل ما ينطبقش على التعريف نقول له هذا مش مدني. أنا نقول الحزب المدني هو اللي الآن يحترم الدستور ويحترم القانون ويكون ديمقراطي داخل، على خاطر هذوما لي كونتور اللي يجعلوك في الفكر، في السياسة، في العلاقات، في الديمقراطية ما تكونش، لا تكون عسكري، لا تكون باسم الدين تفرض علينا، لا باسم الحداثة تفرض علينا، لا تكون ديمقراطي في داخلك ومع الشعب. والدستور حدد الأرضية وحسم برشا قضايا، يفترض كل واحد، كل حزب، كل جمعية، كل مواطن، كل مثقف بعد ما عملنا الدستور يحاول يشوف وين هو في هاك الدستور باش يعرف يقول انت المجالات اللي ما عادش راهو يحق له فيها، وهي المجالات اللي راهو ولا مرخص ليه فيها وكانت ممنوعة. هذا في الحدود هذه في تقديري أنه حركة النهضة معناها بالمقاييس هذه هي حزب مدني وهي حزب قانوني، حزب سياسي ماهوش يطلب شيء آخر غير احترام الدستور والقانون واحترام الديمقراطية وحماية الحرية وقت اللي نتكلموا عليها احنا نعرف شنو معناها. احنا نعرف شنو معناها الحرية، على خاطر عرفنا شنو معناها واحد يتمنع من الحرية نتاعو. أعيدوا، هذه مسألة هذه مسألة عارفينها مليح مليح. وإذا كان ثم حاجة الحركة مستعدة من أجلها باش تعمل كل التضحيات هي الحرية. كل الخيارات السياسية اللي خدتهم الحركة، كل الخيارات السياسية اللي خدتهم الحركة من ثورة التو يدوروا حول عمود فقري اسمه ضرورة ترسيخ الحرية داخل البلاد والديمقراطية. مستعد تضحي بكل شيء، كل شيء ضحي به من أجل أنه يقع حماية الحرية والديمقراطية أقبل قيمته. وهذا نقولوه اقتناعا ومارسناه في تقديرنا فعلا، يعني بعد الثورة وبطبيعة الحال اقبلها. موضوع الهوية تقريبا نقولوا حسم الدستور، يبقى بعد ذلك الثراء الفكري والحوار الفكري. يعني هذه من طبيعة الديمقراطية، الناس تختلف في. وبعدين الهوية نفسها هي ماهيش كينونة، يعني ماهيش يعني حاجة ستابل، هي تثرى باستمرار، يعني دائما تثرى. غير كما يقول ابن خلدون ثم أشياء ما تبان كان من فترة طويلة لفترة طويلة، لأن التغيير يتم فيها معناها ببطء شديد. يعني اللي عايش ربما ما يفيقش به كان كيف ينظر كيفاش كنا قبل 20 عام وكيفاش ولينا تو. كان التغيير تو بدا يسرع شويه. ثم الاخ اللي قال مع التطبيع، نعم نحن ضد التطبيع طبعا، ضد التطبيع مع الكيان السوري. اوقفنا هذا وقت باش تكون ثم لائحه، باش تكون ثم اكيد لائحه، والغرض هذا موجوده في الجانب السياسي. ويعني التطبيع ينجم ياخذ اشكال متعدده. هذاك علاش الانتباه ليه معناها كبير برشا. نجم يتصرف في البرامج الثقافيه، يتصرف في برامج التعليم، يتصرف في الاقتصاد، يتصرف في السياسه والعلاقات الدوليه.
فمجاله مفتوح برشا، محتاج من الساسة والأحزاب والمثقفين إلى يقظة كبيرة، لأنه موضوع حساس. احنا في الحركة نحبوا في الحقيقة أحزاب وطنية قوية، يعني الديمقراطية باش نطمئنوا عليها وباش نطمئنوا على استقرار بلادنا، وقت اللي تبدأ بلادنا أفرزت تولدت فيها أحزاب كبيرة قوية بمعنى مستقرة وديمقراطية وتهني على البلاد، وما هيش متحولة من نهار كل نهار ونهار. هذا مازال صيرونا في البلاد، ما زلنا جدد في تونس على الديمقراطية، ولذلك أحزاب تتشكل بسرعة، بعض أحزاب تندمج، بعض أحزاب يصير فيها انشقاق، بعض أحزاب وهذا يصير على الأحزاب الكل. الثورة صارت في البلاد وبعدها خذت مداها بشوية بشوية في المنظمات في الجمعيات باش تولي هي نفسها ديمقراطية، لكن باش ديمقراطيتنا بالحق تولي مستقرة ومحمية بالكدا بشكل طوعي، وقت اللي يبدو عندنا زوز 3 4 أحزاب كبيرة تطمن وبيناتها منافسة حقيقية، وكما قالت الأستاذة قبيلة معناها وقت اللي يبدأ حزب واحد مهيمن هذاك مش يمثل فقط، ينجم يمثل اقلق والا خطر على البلاد، يمثل خطر حتى عليه هو، على خاطر وقت اللي يغيب المنافس التطور يا اما ما يصيرش والا يولي بطيء برشا. بالنسبه للفساد، الاخ اللي سال عن الفساد، احنا كما تعرف الثوره نتاعنا عندها شويه خصوصيه. ما تنساش اللي الثوره، ما تنساش اللي العام الاول مثلا رئيسنا هو رئيس البرلمان السابق. شوف احنا عملنا ثوره في تونس وقعدنا فيها 3 شهور بالحكومه السابقه وبالرئيس البرلمان السابق، وبعدها قعدنا عام كامل برئيس البرلمان السابق بتاع النظام اللي ثرنا عليه. الرئيس هو رئيس البرلمان، هو ثاني شخصيه وعرفا ثالث شخصيه في البلاد. هي ثوره عندها خصوصيه، مش جات حسمت الموضوع بالكامل وجات مجموعه جديده وبدات تقود منهج ثوري وباسم الشرعيه الثوريه حسمت الاوضاع، وبعد ذلك رجعنا للديمقراطيه. لا، احنا كسرنا الحاجز اللي كان مانع البلاد انها تتطور، كسرنا، جينا ثم قالب كان ضاغط علينا، جينا كسرناه حطمناه وبعد بدينا نبنوا في الديمقراطيه. ولذلك سما جهد تبذل في موضوع الفساد في حدود طاقه الثوره التونسيه. العام الاول اللي هو يحكم بالمراسيم سهل، الرئيس باش يصحح ورئيس الحكومه او الوزير الاول باش ياخذ تعليمات، ياسر اشياء تعملت. العام الثاني والثالث اللي فيه مقدار من زخم الثوره ايضا خذينا برشا اجراءات، وبالارقام هذه مش مجرد كلام، لكن في نفس الوقت من اللي عملنا انتخابات عام 2011 النصوص ولت تحكم فينا كل القوانين. عمرها ما القوانين التونسيه وقع اتخاذ قرار بانها تعلق ريثما تسوي الوضعيه، لا ما ثماش. القانون كان دائما ساري المفعول، ولذلك احنا معناه عالجنا في ضوء القانون الموجود. ولعلمكم انه على مستوى الاموال في الخارج رجعنا برشا اموال وما زالت الجهود مبذوله، هي مساله صعيبه شويه. على مستوى الاراضي اللي كانت معناها موسعه بطريقه ماهيش منصفه بس استرجعناها، يعني الاف الهكتارات. على مستوى الشركات، على مستوى الممتلكات، اشياء كثيره جدا. جزء منه احيل ملك الدوله، ثم لجنه معناها تقرر المصادره، لجنه اخرى بعد ذلك وزاره الماليه معناها الجاب تدير شؤون اموال المصادره، وهذا كله تم فيه اشياء كثيره جدا. وثم بعض ملفات فساد نتاع انه انسان علق به شبهه فساد، انسان ثابت عليه شبهه فساد. هذايا احنا دوله نتاع قانون كلها احيلت للقضاء، كلها ملفات كثيره. القضاء موضوع فيه صعيب وياخذ فيه برشا تحريات، ولذلك الجهد في الموضوع هذايا ما زال نقص. اما راهو مجمل الملفات اللي حصلنا عليها ولتو ما زالت تتحدث ملفات. انا نتحدث على الاف، نتحدث على الاف مش على مئات، نتحدث على الاف من الاشياء اللي استرجعناها او الاشياء اللي احلناها. احنا ما هدناش الفساد، ما هدناش الفساد، وجزء من مقاومه الفساد وقت اللي يتغيروا مسؤولين، وقت اللي تعاقب الانسان اللي قاعد يعمل الفساد، وقتها عملنا جهد لا باس به بمقاومه الفساد. تم جزء ايضا تشريعي يتعلق بقانون الصفقات وغيره، ايضا تم فيه جهد لا باس به. لكن الموضوع هذايا هو معناها حتى الدول اللي
حصل فيها برشا فساد، معناها استنشدت من الأمم المتحدة وثم تجارب باش تعاونها في كيفية سياسة لمقاومة الفساد باش تضرب حوالي 10 سنين أو شيء من هذا القبيل باش توصل تهبط ذلك المنسوب. على كل حال مازال قدامنا برشا خدمة في هذا الموضوع، موافق كل من ذكر هذا الاتجاه. فيما يتعلق بموضوع المرأة، موضوع حساس برشا في الحقيقة، شكرا على الأخت اللي تحدثت في الموضوع هذايا. هو معناها موضوع في كل ماهوش، تعرفوا هذا موضوع حضاري، يعني ما ثماش مجتمع ولا حضارة ما تطرحتش فيها موضوع تحرير المرأة معناها مما يكبلها الرفع من موقع المرأة في المجتمع أو في المسؤوليات، معناها المساواة أو محاولة تقريبها من المساواة، النضال ضد النظرة الدونية والاستغلالية للمرأة في كل الحضارات. كل بلد متقدم اليوم، كل بلد متقدم اليوم إلا والمرأة فيه أكثر احتراما، أكثر دورا، أكثر مسؤولية، وأقل نظرة دونية. وراه مش على خاطره تقدم ولت المرأة كذا، لا، على خاطره ساعد المرأة وتقدم. معناها ساعات تصير الأمور معناها على قدر ما تشرك المرأة تخلصها، تحرر المجتمع، لأن الموضوع هو مش يهم المرأة برك، يهم المرأة والرجل. كيفاش تخلصوا من النظرة الدونية، سواء نظرة مغلفة بعصور الانحطاط واللي ساعات تختلط بالدين أو يقع تشريحها بالدين وهو منها براء، وإلا تشييء المرأة، وإلا أنواع الاستغلال، وإلا وضع معناها بدلا من الحوافز وضع الكوابح قدامها في الموقع داخل الأحزاب وداخل الدولة وداخل المجتمع إلى آخره. وهي تربية تتوارث، معناها تلقن لها البنت من اللي هي عمرها عام اللي بدأت تتعلم، والأولاد كيف. كل الدول اللي ناضت في هذا الاتجاه أمكن لها أن ترتقي بمستوى المجتمع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وما زال قدامنا جهد كبير. لكن فقط ملاحظة، أراه هذا الموضوع يحتاج إلى نضال كنا بلا هواتف، نضال مستمر من المرأة، وطبعا من الناس اللي واعية ومن الرجال، باعتبار الموضوع موضوع شراكة وتعاون ومساواة، مش موضوع كل النساء وحدهم. أما مشاطر احنا في داخل الحركة ناقصين في هذا الموضوع، ولكن المرأة ما هيش بالحجم اللي نحبوه، عددها أقل. أنا عندي الإحصائيات هنا، لكن نحكي على 21 على 25، في أحسن الحالات على 30% نقصد، فهمتوا؟ لا بعيد احنا معنا. ولذلك تلقى في لقاءاتنا المختلفة نقولوا لابد من دعم موقع المرأة، لابد من إجراء التمييز الإيجابي بخلاف النضال. لازم النساء يناضلوا والرجال معاهم يناضلوا، وإجراءات تمييزية إيجابية حتى داخل البلاد، حتى لين نقتربوا للمساواة ولا نوصلوها، وقتها تو الأمر يجي بشكل تلقائي. هذا نحكيه عليه المرأة في داخل حركتنا، نحكيه في الشباب. إذا كان ما خلوش الرجال الفسحة للمرأة باش تاخذ الموقع، ماهيش باش تاخذ موقع تقعد ديما. وإذا كان شوف مثلا تعمل لها اللقاءات كلهم في الليل في 10 نتاع الصباح، المرأة تخدم في النهار في المؤسسة وبعدها تخدم 8 سوايع في الدار، باعتبار خدمة 8 سوايع تجيهم في العشية باش تعاود تخدمهم الكل. ما نعرف وين تشوفوا عائلة مستقرة، راهو مش على خاطر متعاونين برشا، راهو بصفة عامة لازم الترك جاي على شكون هو الواحد معروف. عنده جهد كبير لازم وراو، وجزء كبير منه هو وعي الرجال بهذا الموضوع، ومعناها وأنهم يغلبوا أنفسهم باش ينجموا يخلوا النصف المجتمع أنه ياخذ موقع معاه، وتو يبقوا الحياة ولا أجمل وأحسن، معناها أحسن من اللي يتصوروها، أحسن من اللي تو. على كل حال فيما يتعلق ب العفو التشريعي العام، احنا خرجنا بالبيان في الغرب. العفو التشريعي العام موضوع هذا اول مرسوم تعمل وقتها سي الغنوشي مازال رئيس حكومه او وزير اول في عهد سي الرئيس فؤاد المبصر. لكن الى حد الان هذا المرسوم الناس ما اخذتش حقوقها. 5 سنوات و3 شهور، 5 سنوات وبعض الاشهر، والتو ما اخذتش جزء من ثم حوالي 7000 نجموا بالسيف. يعني ثم اعتراضات، ثم تعطيلات، ثم رفض لإعطاء الناس حقوقهم، ثم تمييز سلبي ضد الناس هذوما. الناس هذوما كانوا يخدموا، الناس هذوما دكوا للعظام، القهر والظلم اللي في المشرد في الخارج، اللي مشرد في داخل البلاد،
اللي في غياهب السجون وكان يخدم، واحد خرج ما زال له عام على التقاعد، الاخر 6 شهور، الاخر عامين، الاخر 3، الاخر شد تلميذ وخرج كهل الى اخره. هذه كل حقوق، هذا من ابسط الحقوق اللي يؤديها المجتمع ضد لصالح جرحى الثوره، شهداء الثوره ومتمتعين بالعفو التشريعي العام تاع الاستفاده السابقه. كان مرسوم واحد جمعهم الكل هذوما، لكن عملنا تقريب توا الدوله بالجهود الكبيره عملنا حوالي 7000 حاله ما بين هذا وهذا، وعندنا حوالي 1700 واحد الى حد اليوم 5 سنوات، واللي هو مازال لا اما تعين في الخدمه وما خلوش يخدم، ساعات حتى نقابه تمنعه من الخدمه، وساعات اداره ما تحبش تعدل، وساعات وزاره ما تحبش تعدل. احنا هذا الموضوع راهو موجود ديما في جدول اعمال حركه النهضه مع الحكومه وغيره، بخلاف هما نظام، ولذلك احنا متفاهمين شعور هالناس هذوما وعائلاتهم، متفاهمين انهم يناضلوا من اجل يعملوا حقوقهم، لان مش طالبين مزيه، طالبين حق وقر لهم. وهنا نحاولوا نسايسوا ونعملوا في مجهود مع الحكومه والوزارات من اجل حل هذا المشكل، وحق علينا كمجتمع وحق على حركه النهضه في داخلها ان تكفل كل المبتلين نتاعها اما من الحكومه، واذا ما لقاتش بالتضامن الاجتماعي نتاعنا. هذوما ناس في وقت الشده كانوا في مقدمه المناضلين، ربي ان شاء الله يبارك فيهم ويعطيهم صحه الابدان وصحه المعاني. فيما يتعلق ب نقطة أخيرة تقريبا في النيابات الخصوصية، هاو مقدمين إن شاء الله على انتخابات بلدية يحتاج منا برشا شغل. هذا واحد من الإصلاحات الكبيرة. تعرفوا البلاد معناه في برنامج الحكومة ياسر إصلاحات، كان جيت للنظام المالي، للبنكي، للصناديق الاجتماعية، للتعويض، للإصلاح الإداري، للصحي، للإصلاح الجبائي، كل مجالات فيها الإصلاح التربوي، إلى حتى في التعليم العالي أيضا معناها حوار حول الإصلاح إلى آخره. واحد من الإصلاحات الكبيرة اللي أيضا تحدث عليها حتى الدستور هي هذا اللامركزية، وبشكل تدريجي معناها إدخال الجهة كعنصر فاعل حتى في تقرير التنمية وفي خططها. أنا مقدمين عليها، احنا مدركين ان النيابات معناها واضحة ماهوش مستقر، اضطر رئيس الحكومة باش كل مرة من حين آخر يحل بعض النيابات وينصب وفق القانون معناها أشياء مؤقتة، حتى إن شاء الله الانتخابات الجاية تحل لنا جزء من هذا المشكل. أما يبقى دائما إذا كان البلديات ما فيهاش إمكانيات كبيرة معناها من حيث الطاقم البشري وما عندهاش تمويل جدائي المحل بخلاف الدعم او واسطه العمل التعويل كان على الدعم اللي جاء من وزاره الداخليه، بطبيعه الحال وقتها ما تنجمش تؤدي دورها. يبقى ثم جزء اخر يتعلق بالعقليه، بالانتاجيه، بالعمل الى اخره، وهو جهد مطلوب ان شاء الله. هذا اخواني حبيت ان نعلق شويه مع الخيال. ان شاء الله ربي يبارك فيكم، واجدد لكم الشكر كلكم على الحضور، وخاصه الخيال من الاحزاب والمنظمات ورجال الاعلام ورجال الاعمال وغيرهم من كل اللي شرفونا اليوم بالحضور. والحركه راهي على ذمتكم.